مساء الخير. موضوع شفته على أحد الجروبات، منقول عن كلام على لسان مأذون. أنا عارفة الأول إن الموضوع ده يعني هيزعل ناس كتير مني، بالذات الستات، وهيضايقهم الكلام اللي أنا هقوله. بس معلش اسمعوا كده الكلام بقلبكم وعقلكم وروحكم، وخلي عقلكم كده إيه يعني يفكر فيه للحظة. الكلام بيقول ان في مأذون بيقول اغرب حالة طلاق جات لي. الست قاعدة ساكتة والراجل عمال يتنطط ويقول لها منك لله انت السبب في اللي احنا فيه. كله الا الخيانة، الا الخيانة، هو كله اللي طالع عليه كده. فالراجل الفضول ساره، يعني هو عايز يعرف في ايه، فسأله. قال له حرماني من كل حاجة ومش بتديني حقوقي والكلام ده كله، لما يعني حوجتني في الاخر ان انا خنتها، ولما خنتها وعرفت دلوقتي هي عايزة تتطلق وعايزة تهد البيت. منك لله ربنا ينتقم منك إلا الخيانة. طبعا المأذون بيقول ان هو استغرب، هي كانت عماله تبص له وساكته ليه، بس اما عرف بقى هو كمان يبص له وساكت. مش عايزه اقول لكم طبعا كميه التعليقات اللي متعلقه على البوست، وطبعا كلها تلات ارباعها من ستات، ان هو قد ايه راجل بجح، ان هو قد ايه راجل ما عندوش دم، ان هو صحيح يعني امثله كتير كتير كتير، ان هو يا بجحتك يعني فيما معناها. بس انا بقى معلش، انا عكس كل الكومنتات اللي اتقالت، انا متعاطفه مع الراجل جدا، خاصه ان انا بيجيلي مشاكل كتير من النوعيه دي. رجاله مش عايزه تغلط ومش عايزه ترتكب المعاصي. في اللي خايف على نفسه، في اللي خايف من ربنا، ودول قليلين جدا الا ما رحم ربي طبعا. في اللي خايف على سمعته، في اللي خايف من الامراض، في اللي خايف من حاجات كتير، فمش عايز ان هو يروح يخون مراته، وعايز كل اللي بيتمناه ان هي تبقى كويسه معاه. طيب يا ست الكل، يلي انتي في بيتك ومتجوزة من راجل محترم، منع نفسك عنه، منع حق ربنا وشرعه منك لأيا كان السبب. انا مش بقول معاكيش حق، ربما يكون معاكي حق، هو وصلك لحد من النفور لدرجة ان انتي فعلا ما بقيتيش قادرة ان. طيب يا ست الكل، يعني انتي حقك، عايزة تمنعي نفسك عنه، ربما هو وصلك باسلوبه وبطريقته لدرجه ان انت بقيتي نافره منه، مش قادره تكوني معاه في علاقه، لدرجه ان انت بس عايشه عشان خاطر الاولاد. حقك، مش هقدر اقول لك لا، مفيش حد بيتغصب على عيشه مع حد. بس كمان اذا انت مش بتديله حقوقه اللي ربنا امرك بيها، ما تمنعيش عليه حق ان هو يتجوز. لكن الاقي راجل من ده بيكلمني، انا مش قادر وعايز اتجوز ومراتي رافضه، بتقوله لو كده تطلقني، لو كده تخرب البيت. طب يا ست الكل، مش عايزاه ان هو يتجوز، اديله حقوقه. لا، انا مش، احنا عايشين عشان الاولاد. ما هو ربنا مش خلقنا عشان كده بس على فكرة، وربنا أسن العلاقة بين الراجل والست لآخر لحظة من عمرهم، وإلا كان جعلها موسمية للطرفين، يعني زي القطط والكلاب والكلام ده، بنتزاوج بس عشان خاطر الخلفة. لكن هو راجل وده حقه، لما انتي تمنعيه عنه وتحرمي عليه ما حرم يعني ما حلل الله كمان ان هو يتجوز، هو هيعمل ايه؟ ما هيروح يخونك، بلاش يخونك. فكرتي في كام ست هو ممكن يوعدها بالجواز، وكام ست هو ممكن يحاول ان هو يدخل معاها في علاقة، او ان هو يغويها، وان هو في الاخر يخلى بيها لمجرد ان هو مش هيقدر ان هو يتجوز عشان خاطرك؟ فكرتي هتشيلي ذنب كام ست ممكن يحصل فيها الموضوع ده، او ممكن تكوني انتي سبب في خراب كام بيت تاني؟ فكرتي ان الراجل ده ممكن يروح يعمل علاقة ويحصل له ايه؟ ذنبه عند ربنا وذنبه ما قدام نفسه، ولو اتفضح مشكلتك ايه مع اولادك ومع الناس، وفي الاخر هتكوني انت المظلومه. طيب ما تحكمي عقلك كده يا بنت الناس، وحاولي تعملي الموضوع لوجه الله. لو ما انتيش قادره ان انت تدي لزوجك حقوقه الشرعيه، على الاقل ما تصعبيش عليه حلال ربنا. تمام؟ وانت يا سيدي الناس، لما تتجوز ما تبقاش بني ادم ظالم واعدل. العدل من صفات الله، ولكن هو صعب تحقيقه. فلو انت راجل شايف نفسك انك مش هتعدل وهتكون ظالم ما بين البيتين، يبقى ما تفكرش تدخل في الخطوة دي، طالما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما تخشش غير في خطوة واحدة. ولكن ارجوكم، كفاية مهازل من اللي بنشوفها، وبنحرم شرع ربنا، وبنحرم ما حلله الله لمجرد أفكار وعادات. يعني ديننا ما بيقولش عليها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
كان في عهده على ذمته كذا زوجة. هل هو كان محتاج ده؟ هل هو كان عاوز ده؟ ولكن هي عشان خاطر نبقى عارفين ان ده ممكن. هل هم ما كانوا متقبلين ده؟ في البعض كانوا متقبلين والبعض لا، وفي البعض كان بيحتسب ده لوجه الله، وربنا بيصبر. يعني في فعلا ستات هي زوجة تانية او زوجة اولى وفي زوجة تانية وفعلا متقبلين ده وعايشين مع بعض تمام، والدنيا تمام ما بينهم، وبالعكس المعاملة من الزوج لهنا وهنا كويسة جدا، وربنا رزقهم الاتنين والولاد بيحبوا بعض. ليه ما يبقاش ده مثال؟ هي لو العيشة استحالت مش لازم البيت يتخرب، ولكن ممكن يتبني بيت تاني فيقوم البيت الأولاني. أنا دي وجهة نظري. في اللي ممكن يعني في اللي ممكن ان هو يقتنع بيها، وفي اللي ممكن ما يقتنعش بيها، ولكن انا شايفة ان كفاية ظلم لنفسنا قبل الناس اللي معانا. ده حرام، وانتي شايلة ذنبه وذنب نفسك وذنب كل بني ادمة هو هيدخل معاها في علاقة او هو هيغريها او هيغويها لده. وللرجالة اخيرا، اتقي الله في الست اللي في بيتك، واتقي الله في اي ست انت تعرفها او بتفكر ان انت تدخل معاها في علاقة او تجرجرها للطريق الغلط لمجرد نزوة انت عايز تعملها. اتقي الله ونفتكر كويس، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا عدل واسمه العدل، فنعدل مع نفسنا قبل غيرنا، واكيد ربنا هيبعت لنا الخير. دمتم بخير.